بعيد عن الأوضة متكركبة قوي قوي. بس النهاردة اليوم اللي بحضر فيه الشنطة عشان راجع السعودية. اليوم ده بيبقى من أصعب الأيام عليا بالنسبة لنا، بالنسبة لأي حد مغترب الموضوع صعب جدا. في هنا شنطة اللي هي دي، وفي شنطة كمان تحت هنا، الشنطة دي كمان. دول شنطتين هبدأ بقى ألم فيهم بقى كل أغراضي اللي أنا محتاجها ومش محتاجها. واخد حاجات كتير قوي، كتير بشكل يعني مبالغ فيه بصراحة، يعني لدرجة إن أنا واخد كمية جبن. كل ده عشان خاطر هقول الصراحة فرق العملة. يعني واخد حاجات تقضيني بتاع 15 يوم كده، لأني لسه مش عارف الدنيا هتعمل إيه. وبلم بقى معدات التصوير والكاميرات بقى والمعدات كلها، زي العدسة دي. خلينا اقعد وعايز اتكلم معاكم كلمتين من القلب. فكرة انك تسافر بعد اكتر من سنتين، خلاص استقريت في بلدك، في وسط اهلك وفي وسط ناسك، مع اصحابك ومع اهلك، كل حاجة خلاص بقت روتين بالنسبة لك. موضوع انك تفكر تاني تسافر وانت مريت بفترة كانت صعبة جدا جدا قبل كورونا. الفيديو دوت مش للصعبانيات، بس انا حبيت اوثقه. فكرة انك تفكر تلم شنطة هدومك تاني وتلم كل حاجة، كل متعلقاتك الشخصية، وانت بدأت كارير والكارير ده ممشيش معاك وبتفكر ترجع تاني للصفر. فالحمد لله هنرجع تاني السعودية وهنقف على رجلينا والحياة هتمشي. بس كل اللي انا واثق منه اني عمرها ما هتبقى زي الاول، لاني الاول كنت انا عايش لايف ستايل كنت مبسوط بيه جدا. فاسال الله عز وجل ان الفترة اللي جاية تبقى كويسة. عمري ما كنت خايف قد الفترة دي، فمحتاج دعوتكم جدا جدا، فادعوا لي بالله عليكم. دلوقتي طالعين على المطار. كابتوك انا جدا في الفيديو ده، بس هو ده الفيديو. هو الشنط موجودة ورايحين نقعد مع عمتي وعمتي بس. الحمد لله محدش جه معانا اصلا عشان وقت الصعبانيات والكلام ده ما بحبوش خالص. يعني موضوع بقى العياط والقرف ده ملوش لازمه، بقاله اسبوع بيعيطوا يعني. فدلوقتي طالعين على المطار وهنتكلم بقى اما نوصل المطار ان شاء الله. حاليا بتاع ساعة كده اوصل المطار ان شاء الله. يعني دلوقتي احنا على الدائري. المطار وتعبان جدا جدا لاني مطبق بقالي فترة كده، يعتبر بقالي 3 أو 4 ايام مطبق حرفيا، ما نمتش خالص. فهنقعد شوية كده نستنى عديت الجوازات كل حاجة الحمد لله. يعني كل اللي فاضل بس ان ميعاد الطيارة يجي ونطلع. يعني فاضل حوالي ساعة بس يعني، فالحمد لله. سامحوني على المنظر ده. يعني الفلوج النهاردة غريب جدا جدا، بس كنت لازم اوثق اليوم ده. طبعا في احداث بقى انا واهلي وكده، بصراحة ما شغل الصعبانيات والتعب بقى والزعل والكلام ده ما حبيتش ان انا اصوره خالص يعني. فالحمد لله هنشوف دلوقتي بقى اما اطلع. بصراحه مش معايا حد يستقبلني ومفيش تاكسي كمان، فدي حاجه برضو مش مفيش تاكسي. يعني مش عارف التاكسي ياخد كام بصراحه، لان كل مره كنت باجي كان في حد بيستقبلني في المطار. المره دي بقى مفيش حد يستقبلني خالص، وحتى مكسل اطلع الكاميرا بصراحه وخايف، بيني وبينكم خايف. فدلوقتي بصور بالموبايل، فاتمنى ان يكون الصوت واضح يعني. فالحمد لله كل حاجة مشيت الحمد لله رب العالمين أحسن ما كنت أنا متخيل. وصلت قبل الميعاد بحوالي 2 3 ساعات، فالحمد لله. فهنروح بقى لسه برضه أدور على سكن، لأني للأسف ما عنديش سكن، فهبات في الشغل الفترة دي. فالعلى خيرة يعني الحمد لله، راضي جدا بقضاء ربنا والحمد لله. كملوا لسه فاضل شوية في الفلوج، لسه هنروح ونشوف حاجات زي كده. دلوقتي انا جوه الطياره، بصراحه تعبان قوي قوي، مش
مش عايز اكدب عليكم، من التعب بقالي 3 ايام يعتبر ما نمتش، بحضر الشنطه بقى وكده. بيبقوا اخر اسبوع بيبقى يوم مرهق جدا جدا. فالحمد لله رب العالمين دلوقتي في الطياره اهو. تعبان، نفسي انام، قاعد في 3 كراسي لوحدي. زي ما انتم شايفين كده الطياره شبه انها فاضيه الحمد لله يعني. فمبسوط الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولعلها خيره. واثق كل اللي جاي خير باذنك انت يا رب ان شاء الله. ما عنديش اي خطه الفتره اللي جايه هصور ايه، طب هعمل ايه، ما اعرفش. فباذن الله هحاول ان انا اجتهد على قد ما اقدر، ومش هوقف فلوجات خالص باذن الله. بالعكس هحاول اطور في الكونتنت اكتر على قد ما اقدر باذن الله. ومبسوط الحمد لله. نايم في الطياره، تعبان قوي، تعبان ومجهد، بقالي 3 ايام ما نمتش، والحمد لله الطياره فاضيه خالص. فنايم كده مستقنيس بصراحه، احس ان انا مستقنيس قوي، نايم كده على 3 كراسي لوحدي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. نفسي انام بقى بتاع نص ساعه كده. للاسف الشديد من التعب ما صورتش الفلوج زي ما انا عايز. كان نفسي اصور فلوج كده قوي بقى وكله مشاهد وكده، بس والله العظيم والله العظيم دخلت مطار القاهره خفت اطلع الكاميرا. تاني حاجه ما عنديش طاقه خالص، تعبان، مش عايز اي حاجه تعطلني بصراحه يعني. مش عايز ظابط يوقفني، مش عايز حد يكلمني كده بتصور ايه بتعمل ايه. ما عنديش طاقه خالص الايام دي بصراحه. فالحمد لله وانا مبسوط جدا الحمد لله رب العالمين. بعد ما عديت بقى الجوازات والحاجات دي، الموضوع بقى عندي ستريس فيه جدا جدا وتعبان قوي. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله مبسوط الحمد لله رب العالمين. شكرا جدا جدا لو انت سمعت الفيديو لحد هنا. وما عنديش اي خطه للفيديوهات الفتره اللي جايه، بس باذن الله كل اللي جاي خير، ده اللي انا واثق فيه جدا ان شاء الله باذن الله. فبحبكم جدا، سند كبير ليا بعد ربنا. طبعا انا ما عرفتش غير حوالي 2-3 بس صحابي، لكن ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا راجع السعوديه. فانا كنت بحاول ان انا داري على نفسي على قد ما اقدر الفتره اللي فاتت، عشان نفسي الموضوع يعدي بسلام وامان. فالفتره دي كانت فتره صعبه، باذنك انت يا رب الفتره اللي جايه كلها خير باذن الله. باذن الله واثق جدا في ربنا ان الفتره اللي جايه كلها خير ان شاء الله باذن الله. وهحاول بقدر المستطاع ان انا اعمل فيديوهات مميزه وان شاء الله باذن الله نستمر في الفلوجات باذن الله. فاتمنى لو وصلت لحد هنا تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، واعمل لايك كتير بقى وشير وكده. واستنى الفيديوهات اللي جايه بقى من السعوديه بقى ان شاء الله باذنك انت يا رب. عندي خطه اتمنى من الله عز وجل ان انا احققها او اني اشتغل عليها في السعوديه باذن الله. السلام عليكم.